مروان لاعب الوسط نتاع النادي الاهلي كيفاش يخزر ويعمل بيديه على مشري ما جبت اوكازيون انت معناها ما مندي كرسي وقاعد. فما فتره من الماتش مشي كان الشوطه الاخرانيه يغسل في وجهه بالمنشفه وبالماء وواحد واللعبه تمشي. انت شنو عملت معناها في المباراه هذيك؟ شنو اللي صار وشنو اللي عمل الحكم في المباراه هذيك؟ يعني تجي تلوم اللقطه نتاع زيزو اللي عطى التالوناد ما خلينا هي فرصه خطيره كانت هي فرصه خطيره لكن اونتو شنو عملت؟ معناها المنتخب السنغالي كان كما نقولوا نحن بعيد عليك ياسر في المباراه هذيك. اسمها أصدقائي صديقاتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الإعلام التونسي يسخر ويستهزئ من مدرب المنتخب المصري حسام حسن ويعتبر تصريحاته بالصبيانية والخارجة عن المنطق، حيث يعتبر الإعلام التونسي بأن حسام حسن كان لا داعي بأن يذكر العالم بأن منتخب مصر فاز ب7 ألقاب وأن مصر أقوى من كل العالم وأن مصر دولة قوية والكل كيحسد مصر. يعني قالوا بأن هذه التصريحات ما جاتش في المحل ديالها، وعلى أن الجماهير المغربية فهي حرة تشجع من تريد وتقاطع من تريد. لكن هنا أرد على حسام حسن، حيث أن الجماهير المغربية لما شجعت المنتخب السنغالي فذلك راجع إلى كون التصريحات ديال المدرب المصري اللي قال بأننا لسنا في حاجة إلى الجماهير، نحن نفوز بدون جماهير، ودار حركة استفزازية للجماهير بمدينة أكادير، الشيء اللي خلى الجماهير الطنجاوية تتضامن مع إخوانها في أكادير وتقاطع تشجيع المنتخب المصري وتشجع المنتخب السنغالي. ولا رجعنا للواقع ديال ان السنغال دوله صديقه قدمت للمملكه المغربيه الكثير، لها قنصليه بالصحراء المغربيه عكس مصر التي لم تخرج من المنطقه الرماديه ولم يعني عندها موقف ضبابي من قضية الصحراء المغربية، في حين أن السنغاليين كيعتبروا الملك محمد السادس ملكهم كذلك أيضا، ويعتبرون أن إمارات المؤمنين فهي تشمل كذلك السنغال، ويعتبروا أن السنغال دولة شقيقة للمغرب ودولة صديقة، وهذا هو حال الواقع. كذلك الإعلام التونسي قال على أن المنتخب المصري لم يقدم أداء جيدا أمام السنغال، وأن حارس، وقالت إحدى الإعلاميات أو إحدى الصحفيات التونسيات بأن حارس المنتخب السنغالي ميندي كان خاصو غير كرسي، ولأن حتى كرة ما وصلته حتى الدقيقة 95 عاد شفنا المنتخب المصري في واحد الهجوم محتشم. كذلك تكلموا على أن القوة ديال المنتخب المغربي ورشحوه بالفوز بكأس إفريقيا، وقالوا على أن المنتخب المغربي فاز على نيجيريا بدون كولسة، وكانت مقابلة صعبة جدا. وقالوا على أن المنتخب المغربي قدم لقاء قويا أمام المنتخب النيجيري، كذلك المنتخب النيجيري كان قويا، كان ندا قويا للمنتخب الوطني المغربي، طابق كروي يليق بكرة القدم الإفريقية ويشرف كرة القدم الإفريقية، عكس المنتخب المصري اللي لم يقدم شيئا يذكر في اللقاء ديالو مع المنتخب السنغالي. لكن المدرب خرج يتباكى ويشتكي من التحكيم الذي لم يكن ظالما للمنتخب المصري، بل أن مدرب المنتخب المصري علق شماعة الإقصاء على الحكم، على التحكيم وعلى الجماهير المغربية، وهذا ليس باحتراف. يعني هذا يمكننا نعتبره مدرب هاوي. خوتي خواتاتي، إلى هنا إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الإعجاب، وما تنساوش أنكم تبارطاجوا الفيديو باش يوصل أكبر عدد من المتتبعين.
مرحبا بكم من جديد. 50 دقيقة بعد الأربعة متاع العشاء، الدرج الأخراني 6 دقائق الأخيرة باش تكون الكوب دافريك. حسام حسن مرة أخرى يثير الجدل. نعم، حسام حسن اليوم وكأنه تبرر من تصريحاته وساق كل شيء وهاجم الصحافة المغربية، خاصة الصحفي اللي ما حبش يجاوبه. قال له أنت سؤالك مش بتاع الصحفي، سؤال غير محترم. والصحفيين المصريين قاموا متغشين وغادروا قاعة الندوات الصحفية. هل مطالب اليوم الجمهور المغربي انه يشجع المنتخب المصري مثلا؟ لا، ما مش مطالب. اي ما علاش برشا سبيانيه وبرشا الحقيقه ما نحبش نقول ما برشا بكي. حتى اللي جاست من بعد فما برشا حاجات صارت بعد ماتش ضد المنتخب السنغالي ماهيش متعودين بها معناها بالحق من اللاعبين، سواء الستاف اللي كان في المنتخب المصري والناس اللي تعديت في تاريخ المنتخب المصري او اللاعبين اللي كانوا في تاريخ المنتخب المصري. وقت اللي انا نشوف مثلا مروان لاعب الوسط نتاع النادي الاهلي كيفاش يخزر ويعمل بيديه على مشري، ما جبت اوكازيون انت معناها ما مندي كرسي وقاعد. فما فتره من الماتش مشي كان الشوطه الاخرانيه يغسل في وجهه بالمنشفه وبالماء واحد واللعبه تمشي. انت شنو عملت معناها في المباراه هذيك؟ شنو اللي صار وشنو اللي عمل الحكم في المباراه هذيك؟ يعني تجي تلوم اللقطه نتاع زيزو اللي عطى التالونات ما خلينا هي فرصه خطيره كانت، هي فرصه خطيرة. لكن اونتو شنو عملت؟ معناها المنتخب السنغالي كان كما نقولوا نحن بعيد عليك ياسر في المباراة هذيك. اسمها متسيد. شنو هي؟ متسيد المباراة. متسيد المباراة. منين جبت هذا؟ ما تعرفوش ربع ساعات نخرج لكم حوايج من القاموس عندك به. اي بالعربسكي دقيقة ما يرحمش دكتور عربسكي. نرجع ونقول انه حسام حسن كما قلنا عليه في البداية، حسام حسن مازال يتعامل في المنتخب بيجي الباب اللاعب. مازال حسام حسن اللاعب اللي يلعب في التراو واللي تعود عليه. ما مش معناها راهو هذيك الحاجات هذيك انتهت ومشيت، ما عادش راهو توا عندنا فوتبول اخر ودنيا اخرى يلزمك تخدم. الحقيقه بالنسبه لي انا حسام حسن ماهوش نتاع المدرب المنتخب المصري، والمنتخب المصري كبير عليه، وتحس انه الكاركتير نتاعو اي كلمه كبيره برضه، وتحس انه كاركتيره عمل معناها كما نقولوا نحن طبع طبع على اللاعبين. لا استنسخ كاركتيره. لا مش استنسخ، هو لاعب. لا ما حبيت نرجع لك اللاعب كاركتيره طبع على اللاعبين على طريقه لعب كما كان هو يلعب. فينالمون معناها كحوصله. اي تفضل انت مدرب توافق على حسام حسن كناخب للمنتخب المصري؟ الحقيقه هو فما برشا بوليميك على المدرب عندها مده من قبل ما تبدا. اما كيوصل دومي فينال اوبجيكتيفاتنا. اي اما شوف انا سيفري لي ديكلاراسيون نتاعو في الفتره الاخرانيه طبع عليهم اكثر الطابع الايموسيونيل، والا يحكي بتاريخ مصر خروج على الموضوع. فوالا خرج برشا على الموضوع. بقى حسب المعلومات اللي عندي وتوصلني انه الملاعبيه مرتاحين مع حسام حسن، نتعامل معاهم كلاعب قديم كلاعب يعني رغم ما يحبش فيها بلد الثاني. لا رغم الاول من الاول ما كانتش هكاك. صحيت من الاول ما كانش هكاك. رغم اللي من الاول معناها هو شنو عمل؟ هو ربح الجروب، هو ربح الجروب بعد ما كان في سيدي مع صالح ومع برشا نجوم مع محترفين وربع الفترة الأخرانية ارتاح مع الملاعبية. أما صح معناتها فما حاجة مهمة تيمولي فيكتوار يخليو لكم بيوس بيه فهمتني. بعد نزل تبدل كان جات فما خسائر وكان اما شوف الامبيونس تبدل. انا علاش قلت لك هكا؟ انا كي نشوف الروندمون تاع المنتخب المصري دورون معناتها الكومبيتيسيون ما كانش روندمون كبير برشا. لم يقنع بتاتا المنتخب المصري. جاو الانتصارات، فما كانت واقعية، كانت فما واقعية في مباراة ضد الكوديفوار فقط. صحيح توتافي كلامك صحيح نعيمة. بقى زادة اليوم في كومبيتيسيون يقول لك حسبني بالريزولتا، ولو انه الملاعبيه كانوا ينجموا يأديوا ما خير سيرتو كونتر المنتخب السنغالي، خاطر كان فما برشا تحفظ، كان فما برشا خوف من الادفيرسير، كان فما برشا حذر من الادفيرسير. المنتخب المصري بالامكانيات الهجوميه اللي عنده كان ينجم يعمل مقابله ما خير، كان ينجم كما قلت انت في عوض مندي يقعد ياخذ كرسي ويقعد يتفرج على 90 دقيقه، كان ينجم يكون مهدد 3 و4 مرات ديرون 90 دقيقه، لكن هذا ما صارش. النهائي يا دكتور لمن الأفضلية؟ دقيقة ما زالت أفضلية نورمالمون باش يكون ماتش صعيب برشا.
الحقيقة أفضلية توا هكا قبل المباراة من بين البراغماتيزم تاع الفريق السنغالي وقدرته إيمانه بالقوة متاعه خاصة وانضباطه التكتيكي، ولو أنه حبيب ديارا وخاصة كوليبالي ما مش موجودين اللي هما دو بيس متريس، وما بين فريق مغربي. لكن المعوض كان يظهر لي خير معوض الكوليبالي الحقيقه. ممتاز ممتاز جدا. ممتاز صحيح. وكانوا خروج كوليبالي يظهر لي كان هم عندهم برشا طاقات وبرشا لاعبين. فلوتي راهو كوليبالي في الرولانس نتاعو سيرتو لي رولانس غالطين. كوليبالي تاع 5 سنين تالي في ايطاليا راهو. لكن اليوم المنتخب المغربي برهن في المباراة الأخيرة اللي هو ريالمون زاد لك يعني نقولوا الامكانيات الفنيه ولا الطاقات نتاعو، زادك اللونفي وزادك الرغبه وزادك لا موتيفاسيون اللي ما كانتش ديما موجوده في المنتخب المغربي. حسينا اللي الناس كل معناها يلتير دون لا ميم ديريكسيون واللاعبين الكاف مازال متوسط. بنسبة كبيرة أنه مش باش يتم حسم اليوم في من سينظم كأس الأمم الأفريقية 2028. المغرب تنجم ترجع لها الإديسيون هذه اللي باش تكون الإديسيون الأولى في نظام كل 4 سنوات بطولة. ثم جنوب أفريقيا وبوتسوانا على الخط حاليا دونك يحبوا ينظموا، ثم الجزائر ولو أنه مش بحظوظ كبيرة، ثم كذلك مصر. والكاف زاد يعلن زيادة إيرادات أفريقيا في النسخة هذه بنسبة 90%. نسبة المداخيل ولا فلوس باش يعطيهم للجمعية؟ لا نسبة مداخيل من كندية زادت 90%. يا أخي ما ينجمش يتقدم مثلا ملف تونس ليبيا. تونس ما عندناش تيرانيت. شكرا في عامين. شكرا نعيمة. الديبا هذايا تحب له ساعة ونص ساعتين 3 يوفى 8. شكرا نعيمة، شكرا أنيس، شكرا دكتور، ميرسي بوكو إيمان، ميرسي فاروق، كريم مغني كوتي ميكرو. يقول لكم شكرا زاد قسم الرياضة ديجيتال ويفز، سماح مفتاح في